مساء الخير. في هوانم مع إيمي مع إيمان كامل. هوانم مع إيمي، تعالوا نشرب نسكافيه وندردش شوية. عمرو دياب لما غنى قدام مرايتها عادي تتدلع براحتها، عادي بقى كل هانم فيكو تتدلع قدام مرايتها، تلبس اللي هي عايزاه، تسرح التسريحة اللي هي عايزاها، تحط الميك اب اللي هي عايزاه. ما هي الست اتخلقت للجمال والأنوثة، لكن خلي بالك وانتي بتحطي الميك اب بتاعك وأدوات التجميل بتاعتك، خلي بالك من أدوات التجميل لا تكون الاكسباير خلاص أو انتهت صلاحيتها. الموضوع ده موضوع كبير جدا وموضوع مهم جدا. موضوع النهاردة في حلقتنا موضوع في منتهى الخطورة، هنتكلم فيه عن مستحضرات التجميل وبزنس عالم التجميل وتوالف الشحن اللي انتشرت جدا. الميك اب او مستحضرات التجميل اللي انتشرت تحت مسمى توالف الشحن اللي انتشرت في الفترة الأخيرة مع ارتفاع الأسعار. لقيناها بقى على الرصيفة بتتباع، لقيناها على مواقع التواصل الاجتماعي بتتعمل لها بادجات معينة في الفيسبوك والانستجرام وعلى تيك توك، وبيتم بيعها وترويجها بأسعار رخيصة جدا وبتبقى براندات عالمية. فطبعا هنتكلم عن كل الكلام ده، هنتكلم كمان عن مخاطر استخدام الميك اب المستعمل او مستحضرات التجميل المستعملة. هنتكلم عن حاجات في منتهى الخطورة. بعد الفاصل انتظروني. الحقيقة اكتشفت الحقيقة لما عملنا بحث كبير جدا، لقيت انتشار مستحضرات التجميل المستعملة أو اليوزد اللي بتتباع على الأرصفة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إنها بتبقى معبأة مرة تانية. مش بس كده، كمان انت ممكن تكوني بتستخدمي أدوات مكياج منتهية الصلاحية أو زي ما بنقول اكسباير بتاعها، خلاص بقت اكسباير، وده بيؤدي لمخاطر كبيرة. بعض خبراء التجميل اللي بيطلعوا على السوشيال ميديا وبيروجوا لفكرة انك تعيدي استخدام بعض ادوات التجميل اللي مش شرط يعني تكوني مرتبطة بالتاريخ الصلاحية بتاعتها، وانها ممكن تتخطى تاريخ الصلاحية دي وتستعمليها مرة تانية. الكلام ده غير حقيقي خالص، لان كل حاجة وليها استخداماتها. الغريب في كده كمان ان هنقول لكم على دراسة مهمة جدا. الدراسة دي كشفت عن مخاطر كتيرة جدا. كانت في موقع اسمه هيلسي، كشفت عن مخاطر استخدام المكياج منتهي الصلاحية، وزي مثلا التهابات الجلد، تعمل التهابات جلد. زي المكياج منتهي الصلاحية بيحتوي على بكتيريا وفطريات ضارة جدا، وده بيعمل طفح جلدي وحبوب والتهابات في البشرة. ولو استخدمتي مسحيق العين او الكحل منتهي الصلاحية، ده بيسبب تهيج العين والتهابات في القرنية. احيانا المكياج المنتهي الصلاحية بيحتوي على مواد كيميائية سامة بتتسبب في تسمم كبير جدا لو تم امتصاصها عن طريق البشرة. علشان كده لازم نتخلص من اي مكياج عندك صلاحيته انتهت، وتكوني حريصة جدا على نظافة ادوات المكياج. الحقيقة الدراسة الخطيرة اللي وقفت عندها كتير واستغربت وحطيت ايدي على قلبي من خطورتها ومحتواها، الدراسة الخطيرة دي اللي بتكشف عن مكونات خطيرة وسامة داخل مستحضرات التجميل، عبارة عن مواد كيميائية صناعية. خدي بالك معايا جدا في الحلقة دي وكوني حذرة جدا. وإن الاتحاد الفيدرالي للمستهلكين الفرنسيين كشف من خلال دراسة أجراها على 237 مستحضر للعناية التجميلية شائعة الاستعمال عالميا للبالغين والأطفال، عن احتوائها على 10 مكونات خطيرة،
10 مكونات خطيرة بتشير الدراسة الحقيقة إلى إن 1 من كل 8 مكونات مستعملة عالميا في المستحضرات التجميلية عبارة عن مادة كيميائية صناعية، منها ما يتسبب باضطرابات في الخصوبة أو في عمل الغدد الصماء. بتحتوي بعض مستحضرات العناية التجميلية على مواد كيميائية قاسية جدا، زي مثلا الملدنات المستعملة لتليين الأسمنت الرطب، خدي بالك، والمواد المزيلة للدهون المستعملة لتنظيف قطع اللي هي بتتحط في السيارات، القطع الميكانيكية، والمواد الحافظة للتوتر المنخفضة للتوتر السطحي المستعملة في الدهانات والأحبار الصناعية. علشان كده قبل ما تشتري أي مستحضر تجميلي اتأكدي إن مش بيحتوي على المكونات اللي احنا ذكرناها. خدي بالك بقى في الفقرة الجاية من حلقتنا، و يعني خليكي مركزة جدا على الكلام اللي هقوله والدراسة بتشير إليه. الحقيقة هنستعرض مع حضراتكم أهم المواد الخطيرة الصناعية اللي بتبقى موجودة في مستحضرات التجميل، مش بس الميك اب، يعني كل مستحضرات التجميل زي الغسول زي الشامبو، كل حاجة يعني هنتعرف بيها النهاردة. أول مادة صناعية كيميائية خطيرة سامة هي مادة الPHE والPHT. خلوا بالكم من المصطلحات اللي انا بقولها دي، لانها بتكون يعني بتبقى ضمن المكونات الموجوده في المنتج التجميلي اللي احنا بنستخدمه. يعني لو لقيتوا الماده دي مكتوبه على العبوه اللي انتوا بتستخدموها من مستحضرات التجميل، على طول تبعدوا عنها وما تشتروهاش، لانها مواد صناعيه سامه. بنستعمل المادتين دول في كمواد حافظة في الكريمات المرطبة ومستحضرات المكياج. هي مواد مسرطنة، والمادتين دول هتلاقيهم في لائحة مكونات مستحضرات العناية التجميلية تحت اسم E320 أو وكمان E321. العناصر بقى الملونة والأصباغ تعتبر مادة البي فينلين ديبامين، معلش المصطلحات شوية تقيلة، المعروفة بأحرف البي بي دي. يعني احنا بنعمل هو بيبقى مكتوب على العبوة اختصار، مش الاسم كامل اللي احنا قلناه، هو باختصار بي بي دي. هي احد العناصر الملونة المشتقة من الفحم، وهي بتدخل في تركيبة صبغات الشعر. من العناصر الملونة مادة اسمها أنا. المواد دي بتحتوي على آثار لمعادن ثقيلة قد تكون سامة للدماغ وبتسبب السرطان. ربنا يعافينا ويعافيكم. علشان كده يعني منصح جدا ان احنا نركز في المصطلحات اللي انا بقولها دي، لان هي دي المواد السامة الخطيرة اللي بتبقى موجودة داخل مستحضرات التجميل. الحقيقة المادة التانية اللي عندنا مادة اسمها الديتانولامين ومشتقاتها. مادة الديتولامين ومشتقاتها تستعمل المادة دي في الكريمات العناية بالجسم والشامبو، واختصارها باسم DEA. بتسبب السرطان. انا ليه بركز على ان اقول لكم الاختصارات؟ لان الاختصارات دي هي اللي بتبقى موجوده في العبوه اللي احنا بتبقى مكتوبه ضمن مكونات العبوه اللي احنا بنستخدمها. مادة الديبوتيل الفتالات بتستعمل في مستحضرات العناية بالضوافر، وبتسبب اضطرابات كبيرة جدا في الغدد الصماء والخصوبة. من المواد الحافظة المحررة اسمها الفورمول. اتأكدوا جدا من لائحة مكونات مستحضرات التجميل اللي بتستعملوها تكون خالية من مادة الهيرانوتين والديزوليتيد واليوريا والأميد أزوليتينال ويوريا والميتانامين. ودي كلها الحقيقة مواد بتستخدم كمضادات للميكروبات في كتير من مستحضرات التجميل، ولكنها بتحرر الفورمول اللي بيسبب السرطان.
عندنا كمان مادة البارابين بتستخدم كمادة حافظة في منتجات الصناعات التجميلية، بتسبب اضطراب بالغدد الصماء وبتؤثر كمان على الخصوبة. البروناتيلان غليكول بتستخدم المادة دي كمكثف في كتير من مستحضرات العناية التجميلية زي الصابون السائل والشامبو والكريمات المرطبة، وده يسبب السرطان. البترولاتوم دي بتندرج المادة دي ضمن مشتقات البترول، وبتستخدم في مستحضرات العناية بالشعر وبلسم الشفاه وأحمر الشفاه، ولكنها أحيانا بتكون ملوثة بمواد مسرطنة معروفة باسم HAP. خدوا بالكم وركزوا زي ما قلت لكم في المصطلحات اللي بقولها. الحقيقة من المواد كمان المسرطنة السامة مادة السيلوكسان، بتجنبوا جميع المستحضرات اللي بتحتوي على مكونات بتنتهي تسميتها بعبارة السيلكوسان أو الميتيوكون، وهي مكونات لها مفعول ملين وملمس رطب، تدخل في تركيبة الأحمر الشفاه، شامبو، مزيلات العرق، لها أضرار خطيرة في اضطراب الغدة الصماء، وبتؤثر كمان على الخصوبة. كمان عندنا مادة اسمها التريكولوسان، بتعرف بمفعولها المضاد للبكتيريا، وبتستخدم في معجون الأسنان ومزيلات العرق، وبتسبب اضطراب في الغدد الصماء. الحقيقة دي المكونات والمواد السامة الخطيرة جدا اللي بتخش ضمن مستحضرات التجميل اللي احنا بنستعملها بشكل يومي، وطبعا زي الشامبو، زي معجون الأسنان والميك اب اللي احنا بنستخدمه. لذلك نتوخى الحذر جدا لأنها بتسبب أمراض خطيرة زي السرطان، وقلنا الأضرار الخطيرة التانية. كمان الحقيقة في يعني بحب ان انا اقول لكم كل هانم بتحب انها تعتني بنفسها. الاعتناء مش بس في الميك اب او ان انا احط ميك اب عشان شكلي يبقى افضل، او اعمل توحيد لون بشرتي والحاجات دي كلها، او اظهر او اروح مناسبة او اخرج. الحقيقة اهم من ده ان انا اعتني ببشرتي في نظافتها. اهم حاجة هقول لكم على بعض النصايح اللي من خلالها نعتني بالبشرة ازاي. الحقيقة من اهم خطوات الحفاظ على البشرة، اكتبي بقى ورقة كده وتعالي كده نتكلم وندردش مع بعض ونشرب النسكافيه. نشرب النسكافيه كده مع بعض. بشوف ان اهم حاجة قبل اول ما تصحي من النوم انك تستخدمي الغسول المناسب لبشرتك، لنوع بشرتك. كل بشرة دهنية مختلطة عادية جافة، كل بشرة وليها غسول معين. وقبل النوم، يعني الصبح وقبل النوم. لو انت جايه من بره وهتنامي بقى وحاطه كحل او ميك اب، لازم تشيليه بمزيل الميك اب، لازم تشيليه، او بالتونر بتشيليه وعندنا منتجات على فكره مع ارتفاع الاسعار، فطبعا ارتفعت البراندات العالميه، لكن عندنا براندات مصريه رائعه من شركات مصريه الحقيقه. ويمكن في الحلقات الجايه هقول لكم على براندات حلوه جدا جدا انا شخصيا استعملتها، طبعا نظرا للمقاطعه ونظرا كمان لارتفاع الاسعار، مش هنكذب على بعض، انما هي شركات مصريه الحقيقه بكل امانه منتجات رائعه. في الحلقه الجايه او في الحلقات الجايه هقول لكم عليها. تاني خطوه الحقيقه انك انت بتستخدمي كريم ترطيب للبشره بتاعتك، وسواء لوشك لايدك لرجلك، لكن طبعا للوش لازم يبقى مناسب، كريم ترطيب مناسب لنوع بشرتك. استخدامي كمان سيروم الهيالورونيك اسيد وفيتامين سي والريتينول وديناسيناميد، كل الحاجات دي الحقيقه مغذيه جدا للبشره. مع كمان يعني الاعتناء بالبشره بيبقى كمان مهم جدا بدايه من يعني من قبل كده وبدايه من سن ال30، علشان لو في خطوط بقى والتجاعيد والكلام ده كله. ازاله المكياج زي ما قلنا من الوش من خلال مزيل المكياج. تنظفي بشرتك مره في الاسبوع عن طريق الجهاز البخار،
ما عندكيش جهاز بخار، لو عندك مثلا حله او حاجه معدنيه تقدر إن قبل انها تتحط على البوتاجاز وتحطي فيها ميه، وتحطي بقى مثلا نعناع ليمون فيها او برتقان، اي حاجه تديكي ريحه حلوه، وتحطي وشك فيها وتغطيها بفوطه وتطلعي البخار على وشك. حاجه هنعملها برضو في الحلقات الجايه ان شاء الله، هنعمل حلقات خطيره جدا لكل هانم بتتابعنا. اعزائي المشاهدين، لكل هانم بتمنى ليكي مشاهدة ممتعة، واتمنى تكون النهاردة استفدتي من حلقتنا، والحلقات الجاية نقدم موضوعات جديدة جدا، واشوفكم في حلقة جديدة.